مشاهدينا الاعزاء، مرحبا بكم مره اخرى في برنامجكم ربط الاتصال. كيف ما وعدناكم في الحلقات السابقه، ضيف مميز هو اللي نختموا به هذه السلسله ديال ربط الاتصال في جزئها الاول، اللي استضفنا العديد من الشخصيات الفنيه والرياضيه والاجتماعيه والتعليميه. اذا كنشكر لكم حسن المتابعه. ضيفنا لهذا اليوم في برنامج ربط الاتصال هو عندليب الاغنيه الشعبيه عبد الله الداودي، اللي تولد في 12 اكتوبر 1972 بمنطقه سباته بالدار البيضاء، وسمي بالداودي نسبه الى منطقه ولاد سبن داود اقليم سطات اللي كينحدر منها. الداودي كيف ما كيعرفوا كل العشاق ديالو في الاغاني ديالو كيعتمد على مواضيع مجتمعيه كتجمع ما بين الغدر والحب والصداقه والزواج، بالاضافه الى الدعوه للحب والاعتناء بالوالدين، حيث مرضي الوالدين دون نسيان غدر الزمان والصحه للانسان، وهو مما يجعل القاعده الجماهيريه للداودي كتكبر يوم على يوم. السلام عليكم، معكم الفنان الشعبي عبد الله الداودي. كنبغي نشكر خويا سكوم على هذه الفرصه هذه اللي عطاني انني نكون متواجد مع الجمهور الخريبي والجمهور المغربي في هذا البرنامج هذا ربط الاتصال. كنتمنى من الله انني نكون خفيف على القلب ديالكم ونكون عند حسن الظن ديالكم. سي عبد الله، شكرا لك على قبول الدعوات البرنامج، وكنرحبوا بك مره اخرى في التواصل مع المحيط ديالك ومع المحبين ديالك عبر هذه النافذه الاعلاميه الموجهه لساكنه اقليم خريبكه، خصوصا المغاربه عموما. السؤال الاول مولاي عبد الله، كيفاش عشتم وتعايشتم مع الجائحه العالميه المرتبطه بفيروس كورونا؟ وبالنسبه كيفاش تعايشنا مع هذه الجائحه هذه، تعايش معها كسائر الناس، وتعيش معها اكثر لانني خارج المغرب. شوقي لبلادي، شوقي لجمهوري، شوقي للوالدين ديالي، شوقي للخوت ديالي زادني بزاف ديال الحوايج، ورضينا بالحكم ديال الله والقدر ديالو. تبعنا التعليمات اللي عطاتها السلطه واللي عطاتها وزاره الصحه اننا نلتزموا البيوت ديالنا ونتخطوا الحذاء والحذر باش ما نأذيو حتى شي واحد، والحمد لله كلشي داير. سي عبد الله، شنو هو تاثير هذه الجائحه على اوضاع الفن والفنانين عموما والمغنيين والمطربين خصوصا؟ وبالنسبه للتاثير ديال هذه الجائحه هذه على الفن وعلى الفنانين بصفه عامه في المغرب، انه كما كتعرفوا اننا هذا الدومين ديالنا هذا كنشتغلوا في الحفلات والاعراس والسهرات اللي على برا، اللي كتستقطب عدد كبير من الجماهير، واللي كتعرف تجمعات كثيره، والناس اللي ساهرين على الصحه وساهرين على السلامه ديال المواطنين منعوا هاد التجمعات هادو اللي لحد من انتشار هذا الوباء هذا. واش غادي نقول لك، بين يوم وليله اصبحنا بدون عمل. ان شاء الله كنقولوا الله يصوب والله يدير شي تاويل ديال الخير ان شاء الله، وترجع المياه كما كانت المجاري ويفوت علينا هذا الوباء هذا. بغينا نعرفوا شنو هي الحكايه ديال عشق الفنان المحبوب عبد الله الداودي لعاصمه الفوسفات مدينه خريبكه. وبالنسبه للعشق ديال مدينه خريبكه، هو كنسميه انا هو علاقه الام بالابن ديالها. خريبكه مدينه مضيافه، خريبكه مدينه ناسها الله يعمر لهم الدار، كتسمع دائما من الفم ديالهم مرحبا والف الف مرحبا. عشنا معهم الافراح، عشنا معهم الاحزان، عشنا معهم في المغرب وعشنا معهم خارج المغرب في الديار الايطاليه. ناس الجود والكرم، ناس اش غادي نوصف لك، النعيم ما نوصف لك، ما غاديش نوصف لك ولو جزء قليل من هاد الناس هادو. كنقول لهم من كل قلبي الله يخليكم لينا والله يطول عمركم. كتربطني علاقه وطيده بمدينه خريبكه، وعندي فيها اصدقاء وعندي فيها عائلات، عندي فيها خوت، عندي فيها كل حاجه جميله عندي في خريبكه، لان ذكرياتي في مدينه خريبكه ما عمرها ما تمحى، لانها مدينه جميله، وكنطلب من الله يا ربي تحفظ الناس ديالها من كل شر. بغينا نعرفوا شنو الجديد الفني والشخصي اللي مولاي عبد الله الداودي يتقاسموا مع الجمهور ديالو. بالنسبه للجديد ديالي الفني، راك كتعرف كما مع هذه الجائحه هذه راه ما كاينش كاع الخاطر باش دير حتى شي حاجه، باش تدخل تمرن ولا باش تدخل شي استوديو تغني فيه ولا تدخل شي حاجه. وبحكم انني بعيد من المغرب، كنتمنى ان شاء الله تزول هذه المحنه هذه ان شاء الله، ونرجعوا نصوبوا شي حاجه زوينه اللي تليق بالجمهور المغربي وتنال الاعجاب ديالهم. سي عبد الله، شنو هي الرساله ديالك لساكنه خريبكه والمغاربه عموما في ظل الظروف الراهنه اللي كتمر بها بلادنا والمتعلقه بانتشار فيروس كورونا، خصوصا مع قرار الرفع التدريجي من الحجر الصحي؟ والكلمه اللي غادي نبغي نوجه للناس ديال خريبكه، نقول لهم الله يحفظكم لينا والله يطول عمركم، الله يخليكم لينا،
والكلمه اللي غادي نبغي نقول كاع بالاخص، ما تنساوش بلي ان كورونا راه باقه، كورونا عمرها ما مشات، كورونا غادا تبقى. لازمنا نتخذوا الحيطه والحذر ونتعايشوا معاها ونكونوا دائما على بال. والجمهور المغربي كنقول لهم شكرا لكم على الدعم، شكرا لكم على المسانده، شكرا على كل ما عملتوا على قبلنا. كنشكر كل واحد كيساندني، كنشكر كل واحد اخر يبقى تيحب عبد الله الداودي. هذه من عند خوكم، ما تنساوش بلي احنا كنبغيوكم. تحياتي. الى هنا مشاهدينا الكرام كنقول لكم شكرا لكم، شكرا لكم على المشاهده وعلى المتابعه، ومن خلالكم كنشكروا الفنان ديالنا عبد الله الداودي اللي مباشره من بوسطن بامريكا يقدر يتجاوب مع العشاق ديالو في مدينه خريبكه وخارج مدينه خريبكه. نبغي نوجه واحد الشكر خاص اللي كان الوصل بيننا وبين الفنان ديالنا عبد الله الداودي مباشره من بوسطن بامريكا، الفنان ديالنا والجمعاوي والصديق حكيم فتوح. وباش ما تفوتنيش الفرصه باش نوجه واحد الشكر خاص لكل طاقم البرنامج، بدء من الاعلامي والصحفي سي مصطفى الصوفي، الى الاخ والصديق عزيز دندان، والموسيقي المبدع الشاب عبد الرحيم بهيجه، وكذلك ما نساوش الاخت تبتي غيزلان، وكذلك الصديق علي ايت القيد، وكذلك ما نساوش شكر خاص للايقونه الخريبكيه المهندس والديزاينر مستر مهدي يقين. شكرا للجميع، شكرا لكل من مدنا وساعدنا من بعيد او قريب في انجاح هذا البرنامج. انتظروا برنامج ربط الاتصال في حلته الثانيه ما بعد كورونا. الى هنا انقل لكم تحياتي هشام سكومه من قلب دار الشباب الزلاقه، تحييكم والى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله. إن شاء الله غيفوت كل شي، وهاد الغمة غتزول وتمشي. إن شاء الله غيفوت كل شي، وهاد الغمة غتزول وتمشي. ما تفارقنا إلا غنجمعو كتر، واللي تعلم من هاد الأزمة ربحو كبار. إن شاء الله غيفوت كل شي، وهاد الغمة غتزول